طبعا كلنا سمعنا عن الجريمة اللي حصلت في اسماعيلية، والولد اللي عنده 12 أو 13 سنة اللي قطع زميله وبيقولك أنا كلت جزء منه. الشخصية دي هزت الرأي العام. إزاي شخص عنده 12 أو 13 سنة يقدر إنه يعمل كده؟ طبعا بما إن إحنا توجهاتنا بدأت تروح للعلوم الطبيعية ونسينا العلوم الإنسانية وعلوم الأخلاق، وهمشنا علم النفس وهمشنا الفلسفة وهمشنا المواد المسؤولة عن الأخلاق والمسؤولة عن شخصية البني آدم، طبيعي جدا إنه يحصل كده. طيب تفتكروا اللي يعمل كده ده شخص سليم ولا عنده اضطراب؟ طبعا عنده اضطراب. طب ايه نوع الاضطراب اللي يخلي شخص يتلذذ وينبسط قوي لما يشوف اللي قدامه بيصرخ وبيتألم؟ الاضطراب ده عندنا في علم النفس اسمه اضطراب الشخصية السادية. الشخص السادي هو شخص بيتلذذ بالألم. الشخص السادي هو مش مجرد اضطراب عادي، ده اضطراب مؤذي للغير. زي ما بنشوف واحد ممكن يمسك مراته ويضربها ويفضل يضرب فيها لغاية لما جسمها كله يجيب دم. هو ايه اللي يوصله للمرحلة دي؟ هل في بني آدم ممكن يستمتع بألم الغير؟ أيوة، الشخصية السادية هي شخصية بتستمتع بألم الغير. والشخصية السادية أنواع ودرجات. في شخصية سادية ممكن ما تكونش بالعنف ده، يعني في شخص سادي بيكون هو درجة السادية عنه هو إن هو يحسسك بالألم، إن هو يأذيك، يبتسم كده لما يخليك تعيط، يبتسم لما يشوفك بتتألم. الشخص ده بيكون درجة من درجات السادية، وممكن كلنا نكون بنتعامل مع الشخصيات دي واحنا ما نعرفش انها شخصية سادية. خصوصا ان الشخص السادي في بداية الامر بيبان انه شخص لطيف وحساس وجميل، وما بيبانش عليه خالص الامور دي بتبان بالعشرة وبالتعامل، وهو بيبقى ذكي جدا انه يخفي هذه الامور عليك، ان هو يبان ان هو كويس. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعرف ايه هي الشخصيه الساديه وايه الفرق بين الشخصيه الساديه والنرجسيه. اولا لازم نعرف تفاصيل الشخصيه الساديه. الشخص السادي مش شخص عنيف، مش شرط ان هو يكون عنيف، ولكن الشخص السادي بيتلذذ جدا بالسيطره، وبيحس بالقوة لما يحس انه مسيطر على اللي قدامه ويكسره ويوجعه. الكلام اللي انا بقوله ده فيه شبه قوي من الشخصية النرجسية، ان برضو الشخصية النرجسية بتحب تكسر اللي قدامها وتسيطر. طب ايه الفرق بين الشخصية السادية والشخصية النرجسية؟ الشخص السادي بيتلذذ انه يكسرك ويوجعك عشان هو بيتلذذ باحساسه بالالم، بينبسط كده وينشكح لما يحس ان اللي قدامه حاسس بالالم وموجوع. اما الشخصيه النرجسيه بيحب يقلل منك لان عنده عقده نقص، عايز يحس انه الافضل، فهو مش مهم انك تتألم، ولكن المهم ان هو يثبت ان هو الصح، هو الاجمل، هو الافضل، هو الكل في الكل. ولكن الشخص السادي مش فارق معاه انه الافضل ولا لا، هو اهم حاجه انك تتعذب وتتألم قدامه ويحس انه بيوجعك. هي دي الفرق ما بين الشخصية السادية والشخصية النرجسية. الشخص النرجسي ممكن تكسبه انك تطبله، لكن السادي ما تعرفش تكسبه لانه هيأذيك. الشخص السادي بيكون اللي عنده حصل بسبب انه تعرض لعنف قوي في مرحلة الطفولة، واحنا عندنا فرويد بيقول ان اكتر فترة بتأثر في حياة الفرد هي فترة الطفولة المبكرة اللي بتكون من 3 ل6 سنين.
يعني دي الفترة المسؤولة عن الاضطرابات النفسية بصفة عامة. فالشخص السادي هو شخص تعرض للعنف وهو صغير، أو شخص شاف حد بيحبه بيتعرض للعنف وبقى عايز ينتقم من كل اللي حواليه. ممكن يكون الشخص السادي مش شرط ان هو يكون سادي جسديا، لا، الشخص السادي ممكن يكون بس بيحاول يجرح بالكلام او يأذي بالكلام او يهينك او يقلل منك، مش شرط يعني انه يضربك او يجرحك. يعني دي بتبقى درجة خفيفة شوية من الشخصية السادية، ولكن هي نوع من أنواع الشخصية السادية. أما الشخص السادي الجسدي ده ما بينبسطش غير لما بيشوف الدم أو يشوفك موجوع وتفضل تصرخ قدامه. هو بيتلذذ بالحوار ده جدا، وده اللي حصل مع الطفل اللي قتل زميله وقطعه. هو كان بيتلذذ وهو بيشوف الطفل ده بيتقطع قدامه وبينزف، واللي احنا عرفناه انه كان كاتب قائمة بأسماء الناس دي. الطفل ده ممكن يكون كان حاسس بالقهر وبالظلم وبالضرب وبالإهانة وهو صغير. ممكن كمان يكون الشخص ده حس بالنقص والإهانة من زمايله، كان تعرض للضرب والعنف منهم، فبدأ يبقى شخصية سادية علشان ينتقم من الناس اللي عملت فيه كده. هو مش شرط يكون الطفل ده عمل فيه كده، لا، هو بينتقم عموما، مش شرط ينتقم من الأشخاص اللي بتعمل فيه كده، ولكن هو بينتقم لنفسه عموما. بيحب يحس الوجع اللي هو حسه زمان، يبدأ يحسه في اللي قدامه، يبدأ يحسه في اللي حواليه، علشان يتلذذ كده بشعور الألم اللي هو كان حاسه، ويبدأ يحس بذاته وإن هو قدر يكسر اللي قدامه وإن هو شخص قوي. دايما الشخصية السادية بتتغذى على الشخصيات الضعيفة، يعني تكون ست شخصيتها ضعيفة، واحد صاحبه شخصيته ضعيفة، يعني بيتغذوا على الناس الضعيفة. وبتبقى غالبا بنسميها احنا الشخصية المازوخية. وطبعا انا هكلمك برضو عن اضطراب الشخصية المازوخية. على فكرة الشخصية السادية احنا ممكن نقابلها في حياتنا كصديق او كزوج او كمدير او كزميل عمل. فالشخصية السادية موجودة حوالينا في كل مكان، وزي ما قلت لك مش شرط يكون مؤذي جسديا، ولكن يكون مؤذي لفظيا او عاطفيا، ان هو يبدأ يقلل منك بالكلام او يجرحك او يهينك او يذلك علشان يحس بنفسه. الشخص السادي بيبقى عامل زي الشخص اللي اتحرق قبل كده، فعايز يولع في كل اللي حواليه. طب انا لو معايا شخصية سادية، هل الشخصية دي ليها علاج؟ احب اقول لك لا، مفيش حنية ولا علاج مع شخص بيستمتع بألمك. الاضطراب ده علشان يتعالج لازم اولا الشخص السادي يعترف ان هو عنده مشكلة، وبيكون العلاج مش عن طريقك انت، ولكن عن طريق مختص او استشاري نفسي، علشان يقدر يتعامل معاه ويديله برامج للعلاج. فانت مش مسؤول انك تعالج اللي حواليك، انت مسؤول انك تحمي نفسك. وفي نهاية الفيديو بتاعي أحب أقولك إن السادية مش قوة، دي ضعف. الشخص القوي مش اللي بيأذي اللي حواليه، الشخص القوي هو اللي يقدر يأذي اللي حواليه بس ما يعملش كده. استنوني في فيديو جديد واضطراب شخصية جديد هنتكلم عنه. هتكلم عن الشخصية المازوخية الفيديو اللي جاي، علشان دي عكس تماما الشخصية السادية. هتعرفوا أسرار جديدة وحاجات جديدة معانا في حكايات نفسية.